تخيل تصحى الصبح، تنزل الجاكوزي بتاعك، تفطر الفطار التحفة ده قدام البحر. في المكان ده مش بس هيبقى عندك سويت خطير مش هتبقى عايز تطلع منه، انت كمان هيبقى عندك ساعة فيها unlimited Swiss chocolate تاكل بقى زي ما انت عايز، وبعدها تقرروا تنزلوا الانفينيتي بول بتاعهم اللي فيه جاكوزي وانفينيتي بول على البحر، ووقت السانست تروحوا تشربوا كوكتيل لذيذ، تلاقي جنبكوا عادي جدا بلو سبوتد راي وكائنات بحرية خطيرة. ده كله في فندق موفن باك القصير، اللي مش هينفع اقول عليه فندق بس لان هو اكسبيرينس وسفرية كاملة. وانتوا هناك هتاخدوا كلاسز تتعلموا فيها تعملوا فخار، او ممكن تاخدوا كلاس يوجا بفيو البحر، تجربوا تلعبوا تنس، او بقى اكتر حاجة عجبتني هناك وهي ان انتوا تنزلوا المتحف اللي تحت البحر. الفندق موجود في واحد من احلى الاماكن للشعب المرجانية والكائنات البحرية اللي هتشوفوها من اول ما تنزلوا من على البيتش بتاعه. ولا القصير مش بعيدة قوي كده، هي ساعتين بس من مطار الغردقة، تعتبر في النص ما بين الجونة ومرسى علم، وتقدروا تروحوها بالطيارة او بعربية، وهتكون حوالي 6 ساعات بالعربية. واللي اكتشفته وانا هناك ان القصير هي اقدم مدينة على البحر الاحمر في مصر، فما ينفعش تفوتوا ان انتوا تروحوا موفن بيك القصير ولو مرة واحدة في حياتكم، لان هو بجد فندق مختلف جدا عن كل الاماكن اللي روحتها، بالذات الناس اللي شغالة هناك لانهم بروفيشنالز جدا وبيحاولوا يساعدوا ويبسطوا الجاستس باي طريقة. لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عن الفندق اكتبولي في الكومنتس وهتلاقوا لينك